اخيرا يا راجل رجعت، اخيرا. ده احنا قربنا نكره الكره في النادي الاهلي وفي منتخب مصر من بعد ما انت مشيت من سنه ونص. هو مين ده؟ هقول لك هو مين. ولسه عندنا اخبار النهارده جامده جدا جدا، تستحق انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالى نبدا. رجوع لاعب اسطوري لمنتخب مصر مره اخرى. هو مين اللاعب ده؟ هقول لك هو مين اللاعب ده، بس الاول عايز اقول لك ان النادي الاهلي قدم شكوى في الحكم الفاجر عيسى سي. ومش من مباراه واحده بس، يعني ما قدمش بسبب مباراه الترجي، لا ده قدم بسبب مباراه الترجي وبسبب مباراه ايجل نوار، المباراه اللي الطرد الاشهر طرد في العالم او اشهر طرد في التاريخ بتاع جريديشار اللي توقف بسببه مباراتين. انت متخيل لما لمس اللاعب كده واللاعب فضل يترمخ في الارض نص ساعه بسبب ان جريديشار لمسه. النادي الاهلي قدم بيان في الحكم الفاجر عيسى سي اللي خسرنا المباراه بسببه، حكم ابن مش عايزين نكمل يعني ونقول الفاظ وحشه، بس النادي الاهلي حلو ان هو بدا ياخد موقف. النادي الاهلي كان تحس كده ان هو لاغي الشكاوي في النادي. النادي الاهلي ما كانش بيدي شكاوي خالص ولا اي حاجه، الدنيا تلطخ في الحكام تضرب في ولا كأن حاجه بتحصل. بس النادي الاهلي اخيرا قدم شكوى في الحكم الفاجر عيسى سي. خلصنا الخبر ده، نخش بعد كده على المدافع الدولي الاسطوري اللي من بعديه منتخب مصر لا عارف يلعب كوره ولا النادي الاهلي عارف يطلع بالكوره. هو من ده؟ اكيد انت عرفته، محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم رجع لقائمه منتخب مصر لمعسكر مارس القادم، وبنسبه 70% هيلعب مع منتخب مصر في المباريات الجايه، او ممكن يتدرب بس مع منتخب مصر، هيتجهز يعني. طب هيتجهز ليه؟ هيتجهز لكأس العالم، برغم ان هو ما لعبش مع نادي نيس الموسم ده ولا مباراه واحده من اخر مباراه امام باريس سان جيرمان اللي هو اتصاب فيها، اللي فازوا فيها على باريس سان جيرمان. كانت اول مباراه نادي نيس يفوز على باريس سان جيرمان، او اول مباراه نادي باريس سان جيرمان يخسرها في الموسم ده. مالناش دعوه بالدوري الفرنسي، خلينا دلوقتي في الخبر ده. هو عوده محمد عبد المنعم، لاعب كبير جدا جدا هيفيد منتخب مصر. منتخب مصر يعتبر دفاعه عامه ما فيش لاعب فيه بيعرف يلعب كوره. دلوقتي معانا كمان لاعب تاني رجع لمنتخب مصر، او اول مره هيمثل منتخب مصر، وهو اقول لك هو مين دلوقتي. بس اشترك في القناه كده واعمل لايك. الحلقه ماشيه حلوه، اشترك في القناه واعمل لايك وتعالى نكمل يا باشا. اللاعب ده هو هيثم حسن، لاول مره الموسم او اول مره في تاريخه هيمثل منتخب مصر. هيثم حسن لاعب ريال اوفيدو، مش عارف قلت الاسم صح ولا لا، نادي ريال اوفيدو الاسباني، لاول مره هيمثل منتخب مصر، وهيكون بديل لمحمد صلاح. بديل محمد صلاح بيلعب في الدوري الاسباني، برغم ان اللاعب ده تقريبا الموسم ده في الدوري الاسباني ما صنعش غير هدفين، لكن فريقه كله هابط. فاللاعب ده هيكون اضافه لمنتخب مصر ويكون بديل لمحمد صلاح. يعني انت دلوقتي كان بديل محمد صلاح زيزو عنده 31 سنه، دلوقتي جبت لاعب تقريبا عنده 23 سنه بيلعب في الدوري الاسباني يبقى بديل لمحمد صلاح. انت كده عملت طفره في المنتخب وبدات تنزل بمعدل الاعمار. فلاعب هيفيد منتخب مصر، طبعا هيفيد منتخب مصر جامد جدا جدا. ومش اللاعب ده بس اللي وافد الجديد لمنتخب مصر، لا ده في لاعب تاني من النادي الاهلي هيكون مع معسكر منتخب مصر، او هيكون في قائمه منتخب مصر في القائمه الجايه لمعسكر مارس. مين هو اللاعب ده؟ اللاعب ده هو مدافع النادي الاهلي هادي رياض. هادي رياض هينضم لقائمه منتخب مصر المبدئيه لقائمه منتخب مصر في معسكر مارس. معسكر مارس اللي هو جاي ده هيكون فيه هادي رياض لاول مره. يبقى معسكر مارس الجاي ده هيكون فيه يا جماعه حسام حسن بيشتغل عليه دلوقتي، بيشتغل ان هو يخفض معدل الاعمار في المنتخب. بتشوف دلوقتي بيطلع اللعيبه الكبيره بيجيب مكانها لعيبه صغير، او ممكن يحافظ برضه على اللعيبه الكبيره القائد زي مثلا محمد صلاح اللعيبه دي، وفي نفس الوقت يجيب لعيبه صغيره. ان هو بينزل بمعدل الاعمار في نفس الوقت بيعمل ايه تاني؟ كتر عدد المحترفين. انت متخيل اصلا ان منتخب مصر ما فيهوش غير 7 محترفين؟ كارثه. بس ان شاء الله المنتخب يتطور الفتره الجايه مع كابتن حسام حسن. تعال نروح بقى لاخر خبر معانا، هو عمرو الجزار. عمرو الجزار مدافع ابو 60 مليون جنيه مصري تقريبا. المدافع ده ما لعبش مع النادي الاهلي ولا ثانيه واحده لحد دلوقتي، لكن قرر يسترب مع النادي الاهلي ان هو يشارك لاول مره عمرو الجزار في المباريات الجايه. في المباريات الجايه مش هيكون اساسي، عمرو الجزار هيشارك مع النادي الاهلي تدريجيا، يعني مثلا ممكن ياخد ربع ساعه يجرب اللاعب ده. بس ان شاء الله الفتره الجايه هتشوف عمرو الجزار مع النادي الاهلي على الدكه، مش هيكون اساسي. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك. صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. استنى في حلقه جديده. السلام عليكم.